تعالوا نتكلم شوية عن شركة اليوتيوب والناس اللي بتقول دول صهاينة وتبع إسرائيل وإحنا لازم نقف مع غزة وما ينفعش إن إحنا نكمل الشغل في مجال اليوتيوب. يا جماعة دي حاجة ودي حاجة تانية. أولا شركة اليوتيوب دي شركة أمريكية، تمام كده؟ كلنا عارفين إن دي شركة أمريكية. هما أمريكا، إحنا ملناش بقى علاقة اللي هما مع إسرائيل ولا مش مع إسرائيل، يعني ده شغلنا. يعني انت دلوقتي شغال في الشركة دي شركة اجنبية، فانت مالكش فيه بقى الشركة دي مع اسرائيل ولا مع الصهاينة ولا مش عارف مع مين ولا مع مين، ملناش دعوة. امريكا دي معلش انا اسف، يعني انت نفسك تروحها، انت كمواطن مصري نفسك تروح امريكا. الكلام ده من فترات طويلة جدا، يعني قبل موضوع المقاطعة وقبل موضوع غزة والكلام ده كله. معلش هي اسرائيل دي من امتى وهي في فلسطين؟ بقالها كتير قوي، يعني بقالها كتير جدا في فلسطين، والموضوع ده مش جديد، الموضوع ده قديم قوي. والناس اللي بتموت في فلسطين، اخواتنا اللي بتموت في فلسطين دي، الموضوع ده مش جديد، ده بقاله كتير قوي. اشمعنى دلوقتي بالذات يعني عايزين تقاطعوا كمان اليوتيوب؟ ما انا برضو مش فاهم، معلش يعني انت بقالك قد ايه عامل قناه بتاعت اليوتيوب دي، وهم بقالهم قد ايه، اسرائيل بقالها قد ايه في فلسطين؟ فانت ما تجيش دلوقتي وتقول لك لا أنا اصله شركه اليوتيوب بشركه امريكيه ومع اسرائيل. انت لسه عايش دلوقتي انت لسه صاحي دلوقتي؟ يعني انت كنت نايم ولسه صاحي؟ طب ما هو اسرائيل بقى كتير في فلسطين، واخواتنا في فلسطين بيموتوا بقالهم كتير قوي. انت جاي يعني انت كنت نايم وجاي تصحى دلوقتي؟ انا مش فاهم يعني. يا جماعه الناس اللي عامله قنوات على اليوتيوب دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. معلش انت مثلا انت بتاخد كام على القناه بتاعتك؟ انت بتاخد كام مثلا في الشهر في القناه بتاعتك؟ مثلا 100 دولار، 200 دولار؟ ماشي يعني يا عم خدهم واديها لفلسطين، مفيش مشكله، طالما انت نفسيتك جاي عليك قوي كده يعني. يعني الناس اللي مخها مقفول دي بلاش منها يا جماعه. واحد يسمعني يقول لي انت ايه يا عم، انت شكلك صهيوني ولا ايه، شكلك اسرائيل انت. والله ابدا، انا مصري وابويا مصري وعايش في مصر انا مصري. بس انت لسه صاحي دلوقتي؟ معلش يعني انت الكلام ده بقاله زمن الزمن، بقاله زمن الزمن يعني. ولا انتوا شبعتوا خلاص من القنوات بتاعت اليوتيوب؟ او القنوات الصغيره مثلا خلاص القناه مبقتش تجيب همها فيلا نزيد في الزيطه؟ في الاول وفي الاخر دي ارزاق، في الاول وفي الاخر دي ارزاق. احنا ممكن نقاطع البيبسي، الكوكاكولا، الحاجات اللي هي جايه من بره، بس احنا هنقعد نقاطعها لحد امتى؟ هنقعد نقاطعها مثلا لفتره مؤقته وهنرجع لها تاني. ما هي دي المشكله. ما انتوا كمصريين، انا اسف يعني انا بتكلم اخواتي المصريين، انتوا كمصريين بتقاطعوا لحاجه وبترجعوا لها تاني. مقاطعه دي يا ريت، يعني انا ما اكرهش حاجه زي كده، انا بقول يا ريت. انا كواحد بحب جدا الحاجه الساقعه، البيبسي والكوكاكولا، خلاص انا من ساعتها وانا بشربهاش، انا من ساعتها وانا بشربهاش مقاطعها. طيب الحاجه الساقعه اللي طالعه جديد اللي اسمه مش يعني اللي هي في علامه النحله دي، انا مش لاقيها اصلا. اللي هي البيبسي اللي عامل ضجه في السوق انا مش لاقيها، يعني كل ما انزل ادور عليها مش موجوده، يعني انا مش عارف ليه. وكمان المقاطعه دي يعني مش مننا احنا بس، المفروض يعني المفروض كمان من الاسواق. يعني ما ينفعش مثلا اخش سوبر ماركت الاقي فيها الحاجات اللي هي المفروض مقاطعه. ما معلش يعني، ما هو السوبر ماركت ده المفروض يقاطع هو كمان عشان احنا ما نلاقيهاش بعد كده نشتريها. زي الحاجات المصريه، الحاجات الساعه اللي طالعه جديد المصريه دي احنا مش لاقيينها. فالمفروض السوبر ماركات كبيره او الصغيره تعمل هي كمان مقاطعه، مش احنا بس. الحاجة اللي أقدر أقول عليها ربنا يا رب يقف مع أهل فلسطين و... ويا رب يكونوا أحسن دولة. وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائل، أنا متفائل بإذن الله لإسرائيل ولاد يطلعوا يغوروا من فلسطين إن شاء الله قريب. أنا متفائل حاجة زي كده بإذن الله. والله هو كتفاؤل بس، يعني أنا متفائل.
متفائل ان فلسطين هتبقى ارض حرة بعد كده. ويا رب يقدم اللي فيه الخير يا رب.